في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، يضطر الإيغور وغيرهم من الأقليات الإسلامية الأخرى في ضمن نطاق أماكن تواجدهم إلى المشاركة القسرية في رفع العلم للحزب الشيوعي الصيني وأداء القسم. ومن لم يشارك في هذه الفعالية تقوم الحكومة باعتقاله فيما يسمى مراكز التأهيل والتعليم الثقافي باعتبارهم معارضين للحكومة، وكأن شعب تركستان الحالي يسير نحو الموت بحيث لا يتمتعون بأي حرية ولا ثقة في النفس، وأنهم مضطهدون ويتعرضون للتعذيب بشكل مستمر من قبل الحكومة الصينية، ويتم اعتقال الأشخاص ووضعهم في السجون لأسباب غير منطقية، مما يجعل الإيغور وغيرهم من الأقليات الإسلامية الأخرى يعيشون في حالة خوف مستمر. قبيل عقد قمة هلسنكي، ذهب الرئيس الأمريكي ترامب إلى اسكتلندا يوم السبت، بحيث خرج عدد كبير من الأشخاص في مدينة أدنبرا في مظاهرات تنديدا بزيارة ترامب. ووفقا للشرطة شارك حوالي 9000 شخص في المظاهرات ضد ترامب، بالإضافة إلى ذلك شارك عشرات الآلاف في المظاهرات التي خرجت في لندن تنديدا لسياسات ترامب. بحسب وكالة هاربن أستانا في 17 من يوليو وفقا لوزارة الدفاع الكازاخستانية، وفي إطار الزيارة الرسمية للوفد العسكري الأوزباكستاني إلى كازاخستان، أعلن وزير الدفاع الكازاخستاني ساكين جاسوكازوف ووزير دفاع أوزباكستان عبد السلام عزيزوف إطلاق مناورات عسكرية مشتركة تحت اسم يركدالا، وقامت القوات المشتركة للبلدين بإجراء مناورات ليلية. وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية في 16 من يوليو قررت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية العفو عن الأشخاص المحكوم عليهم اعتبارا من 1 أغسطس بمناسبة الذكرى 70 لليوم الوطني. وأصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا الشمالية القرار في 12 من يوليو، وسيتخذ مجلس الوزراء والهيئات ذات الصلة التدابير اللازمة لإعادة توطين وإيجاد عمل للأشخاص المفرج عنهم. وأنشئت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 9 من سبتمبر عام 1948، ويعتبر هذا التاريخ باليوم الوطني للبلاد. وفقا لتقرير صادر عن شبكة الأقمار الصناعية الروسية في 16 من يوليو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين أنها اعتقلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا البالغة من العمر 29 عاما يوم الأحد بتهمة أنها تعمل لحساب الحكومة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أنها كانت تحاول إقامة العلاقات والتسلل داخل المنظمات السياسية الأمريكية. وبعد إلقاء القبض عليها ظهرت ماريا للمرة الأولى في محكمة مقاطعة واشنطن في 16 من يوليو، وقد دافع محاميها عنها وقال إنها ليست عميلا لروسيا، وأنها تخرجت حديثا من الجامعة الأمريكية بدرجة الماجستير في العلاقات الدولية بتقدير جيد، وأنها قد دخلت الولايات المتحدة بتأشيرة طالب، وأنها حصلت على تأشيرة عمل في الولايات المتحدة وتعتزم العثور على وظيفة مناسبة في الولايات المتحدة. وفقا لديفنس نيوز في 17 من يوليو قام وزير الدفاع البريطاني غاري ويليامسون في افتتاح المعرض الجوي فارون بورو بعرض نموذج لمقاتلة من الجيل السادس، وأعلن أن بريطانيا سوف تستثمر 20 مليار جنيه لتطوير مفهوم مقاتلة جديدة تحمل اسم العاصفة، والطائرات تستخدم تكنولوجيا متطورة والمعروفة باسم الجيل السادس من المقاتلة الموجودة F-35 و F-22 وغيرها، وتهدف بريطانيا أن تدخل هذه الطائرات الخدمة رسميا عام 2035.